هنرسم مع حضراتكم الرسمة الجديدة دي. هنشوف الإليفيشن هناخده من فين. لو وقفنا هنا وأخدنا إليفيشن فهنشوف الجزء ده والجزء ده، المستطيل ده وجزء الأسطوانة ده والمثلث، والداش لاين ده هيكون مارن معاه لحد آخر الشكل، والداش لاين بتاع الدايرة اللي نازل لتحت، وكمان الداش لاين بتاع القاطع اللي بيقطع الدايرة دي. هنرسم الرسمة ليفت هاند سايد فيو، فهنمشي شمال ونبص على الشكل. هنلقى معايا الجزء ده والجزء ده والمستطيل ده هيبان معايا، والسلندر دي هتبان معايا بالداش لاينز بتاعتها، ونرسمها ليفت هاند سايد، يعني نرسمها على يمين الاليفيشن. وبعد كده هنرسم البلان. طيب علشان ارسم الاليفيشن اللي احنا هنشوفه اللي هو الجزء ده، قلنا ان احنا هناخد اقصى بعد اللي هو كام من هنا لغاية هنا 127، يعني 12 سنتي وكام و7 ملي. ناخد الكلام ده على المحور بتاع الاليفيشن اللي هو هنا. هنبدأ الاليفيشن طبعا هنا السايد فيو هنا والبلان هنا. طيب هنا هيكون معايا 127. نبدأ من الزيرو، يعني 12 سنتي و7 ملي. لو بدأت من الزيرو هنا اهو هيبقى معايا 12 سنتي هنا و7 ملي، يعني هنا اهو بالظبط. طيب فالمسافة من هنا لهنا اللي هي 127 ملي. طيب الارتفاع هنا معايا كام؟ 30. نطلع ارتفاع 30 من النقطة الأخيرة دي، هليكن هنبدأ من 13 هنا اهو. نطلع 3 سنتي، 1 2 3، يعني 30، ونحط نقطة هنا اهو، ونوصل النقطتين دول ببعض بخط رأسي. تمام كده. وبعدين اقفل بخط خفيف خالص، خط خفيف خالص. ليه؟ علشان همسح جزء هنا، الخط مش هيبان معايا في الجزء ده، فهضطر ان انا امسحه. فنمشي بخط خفيف افقي لحد اخر الشكل، يعني هطلع فوق لغاية هنا اهو النقطة الاخيرة دي. امشي بخط خفيف خالص كده، وبعد كده امسح، او بعد ما ارسم امسح اللي انا عاوز امسحه. طيب هنشوف السنتر لاين بتاع الدايرة دي علشان نرسم الاسطوانة هيتعمل ازاي. السنتر لاين بتاع الدايرة نفسها بيبعد السنتر لاين على الايزومتريك، باين ان هو مدين المسافة بين النقطة دي والخط ده. لا، ده السنتر لاين بتاع الاسطوانة، بس من تحت خالص على السيرفس اللي هو من تحت. فهو من كام بكام عندي هنا ب80 من النقطة دي، يعني اقيس 8 سنتي ونعمل نقطة ونطلع بسنتر لاين هيمثل السنتر لاين للاسطوانة. لو وقفنا عند ال15 هنا وعدينا 8 سنتي جوه، 1 2 3 4 5 6 7 8، يعني عند السبعة هنا بالظبط، ونطلع بسنتر لاين. طبعا في الايزومتريك، في المساقط او في الممسات اي دايرة لازم يكون ليها سنتر لاين ولازم يترسم. ليه؟ لانه هيساعدك في النقل لما تيجي تنقل. خدنا السنتر لاين بعيد شوية من النقطة، هيساعدك، ولازم تindicate او تشير ليه ان هو دي، تخلي بالك ده دي دايرة، لان الدايرة او الاسطوانة في المساقط بتبان على اساس انها مستطيل. طب ايه اللي هيعرفني انها دايرة ولا مستطيل؟ اعرف من السنتر لاين ان دي كانت دايرة وبانت معايا مستطيل. رسمنا السنتر لاين، ونشوف الدايرة دي نص قطرها كام، او القطر بتاعها كله كام. الدايرة الخارجية دي نص القطر بتاعها نص ال54، لان هو اداني القطر كامل كام؟ 54. طيب نص ال50 25، ونص الأربعة 2، يعني كام؟ 27. يبقى نص القطر هو 27. نمشي على يمين وعلى شمال السنتر لاين ده. طيب على ارتفاع كام من الأرض خالص؟ على ارتفاع 54. يبقى نص القطر كله 28. نص القطر من هنا ومن هنا 27 معلش. والارتفاع من الأرض لحد فوق كان كام؟ 54. طيب نقيس ال54 الارتفاع الأول على الخط السنتر لاين ده. هنبدأ مثلا من وليكن 6 هنا أو 9،
واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة، والاربعة يعني هنا اهو بالظبط. يبقى دي النقطة اللي هتنتهي عندها الدايرة. طيب من عند النقطة دي نشد خط افقي كده اهو، نشد الخط الافقي ده خط خفيف خالص، وعلى الخط ده نقيس ايه؟ نقيس نص القطر من هنا ونص القطر من هنا، اللي هو كان كام؟ اللي هو كان 27. من عند ال13 مثلا امشي 27 يمين، واحد اتنين، وادي الخمسة واحد اتنين يعني هنا السبعة بالظبط، وامشي 27 شمال، واحد اتنين، وادي خمسة واحد اتنين. كده انا حددت الدايرة بتاعتي. هننزل ايه؟ هننزل عمودي بخط خفيف لحد ما اخبط فين؟ في الخط الافقي ده، وانزل الناحية التانية عمودي برضو لحد ما اخبط في الخط الافقي التاني ده كده اهو. طيب هل الخط ده اللي انا رسمته هو الخط ده؟ اه هو الخط ده. طب الخط التاني اللي هنا ده اللي انا رسمته ده، هل هو الخط ده؟ لا. طب الخط ده؟ لا، هنا مفيش خطوط. يبقى الخط مين؟ الخط بتاع الاسطوانة نفسه، اللي هو ابعد نقطة في الاسطوانة، اللي هو هنجيبه كمماس يعني للاسطوانة. المهم ده هو الابعاد الاصلية بتاعت الاسطوانة من الاخر يعني. فبناخد اقصى بعد للدايرة من اليمين ومن الشمال زي ما اخدنا هنا نص القطر. طيب في خطوط نازلة لتحت كده اهو. الخطوط دي هلقاها بين الخطين دول بس لتحت. طيب بينهم لحد فين؟ انا ما هعرفش بينهم لحد فين. مين اللي هيخليني اعرف؟ لما اجي ارسم البلان، لما هنيجي نرسم البلان هنرسم الجزء ده من هنا يمشي كده والجزء ده يمشي كده، فهيخش شوية في مين؟ في الاسطوانة دي. نقدر نستنتج منه الخطوط دي ناخدها متوازيات بالمثلث. فاحنا مش هنرسمها دلوقتي، نرسمها امتى؟ لما نرسم البلان. طيب بعد كده هنرسم ايه؟ هنرسم المثلث ده، او المثلث ده، لان احنا بنبص كده اهو فهنشوف المثلث. طيب المثلث ده ارتفاعه كام؟ ارتفاعه من عند الاسطوانة هنا اهو، من النقطة دي مسافة 20 لفوق، ومسافة من هنا لغاية هنا بيديني 35. بمعنى ان احنا هنيجي من هنا اهو، من النقطة دي هنقيس مسافة 2 سنتي على الاسطوانة نفسها، واحد اتنين، ونحط نقطة هنا. يبقى ده الارتفاع بتاع المثلث اللي احنا هنشوفه. طيب من النقطة دي، طيب الارتفاع التاني ده او المسافة التانية دي بتمثل مسافة على الاكس من النقطة دي اللي هي هنا والجوه 35. يبقى اقيس من النقطة دي 35، من النقطة دي اهي، واحد اتنين تلاتة والخمسة يعني هنا اهو. نحط نقطة على الخط ونوصل النقطتين دول ببعض كده. احنا رسمنا مين؟ المثلث. النقطة دي والنقطة دي نوصلهم ببعض كده احنا رسمنا المثلث. طيب في حاجة تانية. في حاجة تانية. في ايه معايا؟ في معايا هنا دايرة السنتر لاين بتاعها على بعد 20. من فين؟ من النقطة دي او من الخط ده عموما. هنبعد كام؟ 20 من النقطة دي كده اهو، واحد اتنين، ونحط نقطة دي تمثل لي الدايرة من النقطة دي كده 20 اهو. البعد ده بيمثل لي مركز الدايرة. مركز الدايرة ده ليه سنتر لاين منساش ارسمه، وهيفيدني في البلان لما اجي استنتج البلان. تمام كده، رسمنا السنتر لاين بتاعه. طيب الدايرة دي مفرغة، مش هتبان معايا داش لاين؟ هتبان معايا داش لاين. طيب الدايرة دي برضو فيها خط طالع لجوه كده اهو، هيبان معايا في فراغ برضو. والدايرة دي نص قطرها كام؟ نص قطرها 11، 11 ملي. فعلشان اخد الداش لاين هاخد الداش لاين بتاعها اللي من الخلف ده. طيب هل هتكمل لتحت معايا؟ لا، مش هتكمل لتحت خالص. ليه؟ لان في فراغ. يبقى انا المفروض ارسم الداش لاين بتاع الفراغ الاول، اللي هو هيبان ايه لو بصينا من هنا؟ هيبان داش لاين ارتفاعه 10 ملي، اللي ورا ده خالص اهو 10 ملي. لان لو نزلت بالداش لاين بتاع الدايرة هيوقف عندي ايه؟
الداش لاين بتاع اللاين ده المخفي. فاحنا المفروض نرسم ال10 مللي دي داش لاين كده اهو، من عند النقطة دي مثلا نقيس 10 ونحط نقطة عند ال13، احنا واقفين عند ال12. من عند النقطة دي نعمل ايه؟ نمشي داش لاين على طول الشكل كده اهو، وابدأ من اول الشكل داش لاين لحد الاخر، لحد ما اوصل لفين؟ للاخر كده. علشان كده بقول لكم نرسم الداش لاين ده الاول، لان الدايره لما نيجي ننزل بالداش لاين بتاعها هتقف فين؟ هتقف عند الداش لاين ده. طيب احنا معانا الدايره دي اخر نقطه فيها باينه معايا، لكن اخر نقطه الناحيه التانية لا مش باينه. فالداش لاين ده همشي كده اهو، لما نيجي ناخد نص قطر الدايره هاخد 11 من هنا و11 من هنا. ال11 اللي على اليمين هنزل لها داش لاين. طيب واللي على الشمال لا، ده في فراغ دخل لجوه فيها، اللي هو الخط ده دخل قطع فيها الدايره. طب احدده ازاي؟ ما مدينيش البعد بتاعه. يتحدد لما نيجي نرسم مين؟ نرسم البلان. برضو هنطلع بنقطة النهاية دي وايه ونحدد الداش لاين ده. طيب مبدئيا كده الدايرة كان نص قطرها 11، فهناخد 11 يمين و11 شمال اهو كده. هنا 10 11 يعني هنا، وهنا 10 11 يعني هنا. انا حددت النقطة اللي على الشمال دي بس مش هننزل بيها. هننزل بيها امتى؟ لما نشوفها هتنتهي معايا فين، في مين؟ في البلان هنا اهو. فانزل من ده داش لاين كده اهو. لغاية فين الداش لاين؟ مكمل لتحت ولا لغاية الداش لاين اللي هو افقي ده؟ لا، لغاية الداش لاين الافقي، لان ما ينفعش فراغ يلتقي بفراغ او يكمل يعني على فراغ. الفراغين بيلتقوا مع بعض بس على كده. طيب زي ما قلنا المفروض انزل بداش لاين هنا، لكن الداش لاين ده هيرجع شوية لورا هنا، فانا معرفش هيرجع كام غير من ايه؟ من البلين لما نيجي نرسم البلين. طيب معايا كمان نازلة فوق هنا في السلندر هنا اهو. النازلة دي بيقول لي هنا نازلة مسافتها كام؟ 10 ملي. ال10 ملي دي النازلة بتاعتها، والدايرة اللي هي نزلت ال10 ملي دي كانت الفاي بتاعتها الكلية بكام؟ ب38. يعني الار بكام؟ 16. يبقى هنزل المفروض 10 ملي، وبعد ما انزل 10 ملي اخد على السنتر اللاين ده اخد 19 من هنا و19 من هنا، اللي هي نص ال38. فاحنا لو جينا هنا من البداية خالص للسلندر عند ال13 اهو، هننزل كام؟ هننزل 1 سنتي على الخط كده. 1 سنتي يعني عند ال12 هنا اهو. وبعدين اخد ايه؟ نص القطر بتاع الدايرة الصغيرة من هنا ومن هنا. نص القطر كان كام؟ 19 و19. 19 من هنا و19 الناحية التانية. 10 19 يعني هنا. طيب ده بقى يحصل ايه فيه؟ ينزل ده داش لاين من فوق ويتوصل ما بينهم برضو بداش لاين. ليه؟ لانه مش باين معاك في الرسم. فهنوصل داش لاين من هنا، ومن فوق ننزل بداش لاين من عند النقطة دي والفوق كده اهو داش لاين من هنا عند النقطة دي فوق ننزل داش لاين. وبكده نكون بس احنا رحلنا شوية. نرجع نمسح تاني هنا اهو، وناخد النقطة بتاعتنا كده اهو بالظبط كده. ده هو ايه؟ دي هي النزلة اللي هي تحت معانا. فاضل معايا ايه؟ فاضل معايا الخطوط اللي تحت دي اللي انا مش هعرف اجيبها دلوقتي او مسافتها فين، خط كده وخط كده. وفاضل برضو خط داش لاين كده اهو، اللي هو عند الدايرة دي دخل شوية في الدايرة فهينزل بيه داش لاين. طيب علشان نرسم الكلام ده لازم نرسم البلان، والبلان علشان نرسمه لازم نرسم السايد فيو. فاحنا قلنا هنرسم السايد فيو على الليفت هاند سايد، فهنلف كده ليفت ونشوف احنا شايفين ايه. طيب علشان ارسم السايد فيو لازم اخد اقصى بعد ليه.
طيب اقصى بعد ليه هنا متخيل ان هو كام؟ هل هو 46 ولا ال54 بتاعة الاسطوانة كلها؟ اكيد ال54 بتاعة الاسطوانة كلها. طيب ليه؟ علشان الاسطوانة اكبر من الجزء ده وبارزة من هنا ومن الناحية التانية، فاحنا ناخد الكلي اللي هو 54 علشان الرسمة تطبع معايا في المحور هنا اهو. نقيس 54 على المحور بتاع السايد فيو هنا اهو، من النقطة دي وكده 1 2 3 4 5 وال54 يعني هنا اهو. نعيد تاني 1 2 3 4 5 وال54 هنا اهو. بعد ما قسنا البعد أكبر بعد معانا هنا، نطلع عمودي بقى علشان نحدد أبعاد الشكل كلها. هنطلع عمودي، المفروض نطلع يعني 54 برضو، بس مش هنطلع من أو مش هنقيس يعني المسافة اللي هتطلعها، لا احنا هنعمل ايه؟ هناخد أقصى بعد من الإليفيشن وننقله على طول على ايه السايد فيو. هنا أقصى بعد عند النقطة دي أهو، ننقله بخط بسيط خالص كده على السايد فيو. ومن أقصى نقطة احنا أخدناها نقفل الشكل بتاعنا خلاص كده، هيكون أصلا سوليد لاين، فعادي خالص إن أنا أرسمه بجيب، والجزء اللي هو الزيادة ده يتمسح معاك. فالمربع ده هو اللي هيكون فيه تفاصيل السايد فيو كلها، الليفت هاند سايد فيو. احنا هنشوف ايه؟ هنشوف الجزء اللي هو من الاسطوانة من هنا وجزء من الاسطوانة الناحية التانية، وهنشوف حرف ال المقلوب ده من الناحيتين، وهنشوف اللي هو الفراغ ده كده اهو، وهنشوف الداش لاين بتاع الدايرة من الناحية دي ومن الناحية دي. غير لو بصينا من هنا هنشوف داش لاين من هنا، وداش لاين بتاع الدايرة، وداش لاين بتاع الخط اللي هو دخل في الدايرة شوية، اللي احنا مش هنعرف نحدد المسافة بتاعته دلوقتي غير لما نرسم البلان فيو. ده فين؟ ده في الاليفيشن الكلام ده، لكن في السايد لا، الداش لاين بتاع الدايرة هيروح من الناحيتين عادي جدا مفيش مشاكل. طيب بعد كده هنعمل ايه؟ هنشوف المستطيل ده، هنشوف جزء الدايرة دي، وهنشوف الداش لاينز بتاعت الدايرة اللي داخلة لجوه. طيب علشان نبدأ نرسم نحسب حسبة بسيطة كده، هنقول ال54 البعد الأفقي بتاع السلندر ده اللي هو من هنا لهنا ناقص ال46 بيدينا كام؟ بيدينا 8 ملي. يبقى كام؟ 54 ناقص ال46 بيساوي 8 ملي. ال8 ملي دي في منهم 4 ملي من هنا و4 ملي من هنا. طيب ال4 ملي من الناحيتين دول طالعين لفوق لحد الآخر، يعني كده اهو. بصوا كده، لو جينا بصينا على الشكل كويس هنلقوا انهم هيطلعوا معاك لفوق لغاية ايه؟ لغاية النقطة اللي هي من هنا لغاية هنا. طيب هنا هيكمل معايا لحد هنا؟ لا مش هيكمل معانا، لانها باينة جدا انها هتكون معاك ايه؟ بنسبة فراغ. فهنطلع احنا وهنشوف، هنبص للدايرة بتاعتنا دي ايه اللي هيكون طالع كده من ال4 ملي دي كده، والجوه ايه يعني ناخد 4 ملي لجوه، نطلع اللي هو الارتفاع اللي هو 30 ده. طيب ال4 ملي دي علشان اخدها ناخدها لجوه كده اهو، 4 ملي هنا و4 ملي من النقطة دي برضو الناحية دي. طيب 4 ملي من اليمين و4 من الشمال، ونطلع لفوق كده. مسافة كام لفوق؟ مسافة اللي هي الارتفاع، انا طالعها بخط خفيف خالص اهو، اللي هو الارتفاع ده اللي هو كام اصلا؟ 30، اللي هو ممكن نجيبه من هنا الارتفاع ده، او الارتفاع اللي هو هنا، هو او هي النقطة، واقفل الخطين دول بخط خفيف خالص كده. تمام كده. الخطوط دي بحيث انها تقفل معايا، الخطوط العمودية نكتب بيها الشكل، الخط ده يكمل لحد ما يقفل معايا، والتاني كمان يكمل لحد ما يقفل معايا. تمام كده. طيب بعد كده هنرسم ايه؟ هيبان معايا
يبقى الخط ده المكمل لحد الاخر زي ما قلنا هو الخط بتاع اقصى نقطة للدايرة من هنا ومن هنا، اللي هو ال54. الخط اللي بعده على 4 مللي ده اللي هو كام؟ اللي هو ده، اللي هو كان الطول بتاعه من هنا لهنا كان 46. يعني احنا لو قسنا المسافة من هنا لهنا هنلقاها 46 الناحيتين. تمام كده. طيب بعدين هنعمل ايه؟ هنشوف الجزء ده بقى والفراغ ده، وكمان هنرسم فراغ الدايرة اللي هو ده شلون. طيب الجزء ده اللي هو المسافة بتاعته كام؟ 34 الفراغ لحد هنا لهنا، والارتفاع بتاعه كام؟ 10. طيب علشان نرسم ال34 دي يا إما من نص الشكل يا إما نحسبها. طيب علشان دي دايرة السلندر اللي من فوق دي لازم نرسم لها نص القطر بتاعها اللي هو ايه؟ السنتر لاين بتاعها اقصد، اللي هو نجيب لها يعني ايه؟ نص القطر. نص القطر بتاعها كان بكام؟ قلنا 54. يبقى نص القطر معانا كان ب27. فهنقيس من احد الخطين دول او من احدى الخطين دول من هنا او من هنا، نقيس كام افقي كده اهو، نقيس نص القطر نفسه اللي هو 27 علشان نرسم السنتر لاين. 1 2 والسبعة هنا اهو. يبقى هنا دي منتصف الشكل. ارسم سنتر لاين كده من فوق لغاية تحت علشان اقول له خلي بالك دي دايرة. طيب ال34 بقى سهل كده ان انا اخدها من المنتصف. اخد من هنا 17 ومن الناحية التانية 17. نص ال34 كام؟ 17. يبقى اخد من هنا 17 ومن الناحية التانية 17. وبعد كده اجي اطبق الكلام اللي انا بقوله ده. اخد على يمين السنتر لاين ده 17، ادي 10 5 يعني 15. 1 2 7 17. الناحية دي بقى 10 5 1 2 يعني 17. من النقاط دي نطلع ايه؟ نطلع بخطوط خفيفة كده مسافة اللي هي كانت معايا بكام؟ مسافة 10 ملي. نطلع المسافة ال10 ملي دي ال1 سنتي اللي هي أصلا نقطة الداش لاين في مين؟ في الإليفيشن. نطلع عمود الأول كده أهو، وبعد كده نجيب الداش لاين ده اللي هو أصلا ارتفاعه 10 ملي يعني 1 سنتي، وأقفل بينهم كده بخط خفيف. طيب الخط الخفيف ده مقفول معايا في النص هنا؟ لا، ده في فراغ تاني. الفراغ التاني ده اصلا مكمل معايا لفوق كده، والسمك بتاعه 10 ملي يعني 5 من هنا و5 من هنا. فاحنا ناخد ايه؟ نمسح طبعا الزيادة دي، الزيادات اللي من الناحيتين دول، وايه نمسح بعد ما ناخد القياسات بتاعة الفراغ ده اللي هو 5 من هنا و5 من هنا. 5 من الناحية دي كده اهو، و5 من الناحية التانية هنا اهو. ونكمل لغاية فين؟ لغاية فوق، لغاية آخر الشكل. بيبدأ من الخط الأفقي وبيكمل لغاية فوق هنا اهو، بيكمل لغاية فوق. تمام كده. طيب الفراغ اللي احنا رسمناه ده اللي هو سمكه 10 ملي، كان معايا ان انا لو بصيت كده من فوق هلقى ان هنا في فراغ، بس انا سايب الرسمة مقفولة من فوق. ليه؟ لان لو كملت بص هلقى ان هنا في ايه؟ في دايرة سوليد لاين هتغطي لي ايه؟ الفراغ ده. فهتبقى معايا ان انا شايف حد الدايرة اللي من فوق. نفس الكلام من تحت، المفروض مفيش حاجة هنا، لا بس الدايرة مكملة تحت. فأنا هشوف الفراغ بتاع الدايرة ده كأن لحد ما أوصل للدايرة هشوفها اللي هو الحد الأخير بتاعها من تحت، فهشوفه سوليد برضه سوليد لاين. بعد كده نوقع الدايرة أصلا اللي هي كانت 11 مللي الار بتاعتها. هناخد 11 من هنا و11 من هنا، هننزل داش لاين لغاية فين؟ لغاية آخر الفتحة دي. علشان كده أنا هنا نزلت لآخر الداش لاين هنا. بالمثل او هنا هتوضح معانا يعني ان احنا ليه نزلنا ووقفنا عند الداش لاين الافقي ده، لان الدايرة اصلا بتنتهي عند الفراغ ده. فهناخد ال11 ملي بتاعت الدايرة دي على اليمين وعلى الشمال. من هنا اهو 11 واحط نقطة، ومن هنا اهو 11 ونحط نقطة. 11 من اليمين و11 من الشمال. من النقاط دي انزل داش لاين. النقطة الأولى أهي، أنزل داش لاين كده أهو
لغاية الخط ده. والنقطة التانية اهي انزل داش لاين برضو لغاية الخط بتاعنا السوليد لاين ده. طيب زي ما قلت لك الدايرة مكملة دوران كده، فهشوف الدوران بتاعها عبارة عن ايه، خط سوليد هنا، وفوق برضو نفس الكلام، لكن الفتحة من تحت مكملة معايا لحد اخر الشكل. نيجي بقى لو بصينا تاني في السايد فيو هنلاقي ان في مستطيل كده اهو المفروض يترسم. المستطيل ده برضو السمك بتاعه كام، 10 ملي، يعني على نفس ايه، على نفس الخطين دول الفراغ، فهنطلع بيهم لفوق. طيب لحد فين، لحد النهاية بتاعته، من فين، من الاليفيشن هنا اهو. فاحنا هناخد النهاية هنا خط افقي كده لحد هنا، ونطلع بقى ايه نكمل الخط اللي هو ده بتاع الفراغ، يطلع يكمل معاه لغاية فوق هنا، وهكذا الخط التاني. لو بصينا تاني على الرسمة هنلاقي ان اصلا في فراغ كده نازل، اللي هو نازل 10 ايه، 10 ملي لتحت، والفاي بتاعت الدايرة دي كانت 38، يعني نصها قلنا 15 زائد 4 يعني 19 ملي من هنا و19 ملي من هنا. لو انا اخدت ال19 دي على السنتر لاين كده اهو، 19 من اليمين يعني 1 وهنا التسعة، والناحية التانية 1 وهنا التسعة، وانزل داش لاين ده تحت. داش لاين لغاية فين، لغاية المسافة اللي هي 10 ملي. اقيس تحت كده 10، لا احنا ناخدها من هنا من الاليفيشن عادي خالص، علشان حتى لو انت غلطت في ملي في 2 يبقى يعني ما تبانش معاك انت لو اخدتها كده، لانك انت لو قستها ممكن تغلط في ملي او 2. داش لاين برضو تحت كده اهو، والداش لاين ده ما تخليهوش كامل، يعني انت كل اللي هتعمله هتنزل بالنقاط اللي انت اخدتها دي داش لاين برضو. الناحية دي برضو نفس الكلام داش لاين. لازم الداش لاينز دي تتقاطع مع بعض كده، ونمسح الزيادة بتاعتنا في الداش لاين، وكمان الجزء ده فيه زيادة من هنا وزيادة من هنا يتمسحوا. يبقى كده احنا خلصنا السايد فيو كاملا. نعمل ايه، نتجل السايد فيو. احنا ما تجلناش الاليفيشن ليه، علشان ما خلصش كله، فاحنا نتجل الخطوط العمودية كلها الاول، وبعد كده نشتغل بالمسطرة نتجل الخطوط الافقية كلها. الخط ده برضو يتجل، اظن كده كله تجل معايا في الخطوط الافقية في الرأسية. نتجل الافقي بقى هنا اهو لحد الاخر هنا، وفوق خالص كده نتجل برضو الجزء ده، وتحت من هنا لغاية هنا يتجل، ومن هنا لغاية هنا يتجل، واللي في النص ده طبعا ده فراغ ما هيتجلش. تمام كده. طيب الخط ده سحف من الفوق كده فعادي مش مهم يعني. بعد كده هنخش على اخر جزء اللي هو البلان. هنمسك اقصى بعد في السايد فيو اللي هو ده، وننزل بيه على الخط ال45 كده اهو، خط خفيف، وننقل الخط ال45 ده التقاطع بتاعه ناحية البلان بالمسطرة، نقطة التقاطع ننقلها هنا اهو. وبعد كده انقل او اخد اقصى بعد من هنا على الاليفيشن، وارسم خط لتحت كده موازي ليه، او على المطابق ليه يعني لتحت امتداده. وبعد كده هيظهر لي مستطيل، هو ده مين، هو ده الالي او البلان اللي انا هشوفه كده اهو. طيب اول حاجة ارسمها في البلان هرسم الدوائر، وده سهل جدا بان انا اخد السنتر لاينز بتاعت الدوائر دي اقطعها مع بعض. يعني الدايرة الاولى دي هي السنتر لاين بتاع ده يخش معايا كده، والسنتر لاين بتاع الاليفيشن وينزل كده، واعاير نص قطر الدايره وارسم الدايره اللي بعدها واللي بعدها على نفس السنتر، وكمان دي هلقاها على نفس السنتر ده اللي هو ممدود لاخر الشكل، والسنتر التاني بتاعها ده. تمام كده. وبعد كده اجيب المثلث هنا اهو، اقف عند السنتر هنا،
خلينا في الاليفيشن، ناخد السنتر ده ننزل بيه لغاية تحت، خط خفيف طبعا، ننزل بيه لغاية اخر الشكل. وهكذا السنتر لاين ده انزل بيه خط خفيف كده اهو، تمام. واجي من هنا هشد السنتر لاين ده لغاية ما يقطع الخط ال45 هنا، ومن نقطة التقاطع دي اخد سنتر لاين على طول الشكل في البلان اللي احنا عاملينه كده. يبقى هنا في دايرة وهنا في دايرة، مركز ومركز. طيب الدايرة الأولى، الدوائر الأولى دي أول دايرة معايا نص قطرها أو القطر بتاعها كان 54. طيب يبقى نص القطر بتاعها بكام؟ 27. نقيس ال27 الدايرة الكبيرة، يعني 2 سنتي وسبعة ملي. لو وقفت عند ال25، 2 سنتي والسبعة، يعني هنا هنقول 26 وهنا 27 بالظبط كده. لو وقفت هنا بقى هلقاه مس مين؟ مس الخط ده والخط ده، بيمس معايا الخطين، الخط ده والخط مين ده. بس نقف عند نقطة الأصل أو نقطة المركز بتاعتنا كويس، تمام كده. نقف ونرسم الدايرة بتاعتنا، أول دايرة. بعد كده أرسم الدايرة اللي بعدها. فين الدايرة اللي بعدها؟ الدايرة اللي بعدها اللي هي التمانية، اللي نص قطرها كام ده؟ كان 17، اللي هو 38 كام؟ 19 أقصد. 38 نصها 19 ملي. هنرسم ال19 ملي كده اهو، 10 والتسعة يعني هنا اهو بالظبط، وارسم الدائرة اللي بعدها. طب في دايرة تانية نص قطرها 19، ما دي تحتها بقى، ما مش هتبان معاك الدايرة اللي تحتها دي. طيب في دايرة تانية صغيرة تحت خالص هنا، نص قطرها كام؟ نص قطرها 22. نص قطرها 22. الدايرة دي احنا ما اخدناهاش في الداش لاينز فوق، فهناخدها بايه؟ بالاسقاطات بتاعتها من البلان، عادي نرجع بيها وناخدها جدا، مفيش اي مشاكل معانا. طيب هنا نص قطرها كان كام؟ 22. قطرها 22، فهيبقى كام؟ 11. نقيس ال11 هنا اهو، 11 يعني هنا نثبت بقى كويس. اقف هنا اهو واقيس ال11 او ارسم الدايرة اللي نص قطرها 11. شايفين الدايرة دي هي الدايرة اللي مكملة فراغ معايا لغاية الاخر. نيجي نرسمها، نعمل ايه الداش لاينز بتاعتها؟ اخد من اقصى نقطة هنا اهو كده، واوصل من الداش لاين ده لغاية الداش لاين اللي فوق كده اهو، واقصى نقطة من الناحية دي، ونوصل من الداش لاين ده للداش لاين اللي فوق، تمام كده. طبعا الخط ده السوليد من هنا لهنا، انا معرفش في خط هيكون عمودي هنرسمه كمان لما نرسم البلان، فانا معرفش هرسمه فين، فسيبته ايه كامل كده اهو، المفروض يتمسح معايا. واجي اخد برضو نفس الدايرة دي من هنا، اقطع بيها هنا، وبعد كده اطلع من هنا اهو، من النقطة دي نطلع داش لاين لفوق كده، من اول الفراغ لغاية الداش لاين اللي بعده. وكمان البعد الاخير بتاعها الدايرة الصغيرة دي اخده كده، اقطع ونطلع من النقطة دي كده اهو كمان هنا كده، عشان الخط ده الداش لاين ده مش مظبوط معانا، ما طلعناش كويس، فهنمسحه الداش لاين ده. لو لاحظنا ان الدايرة دي نص قطرها كان كام؟ 11، والدايرة دي اللي هنا اللي هي داش لاينها ده كان نص قطرها 11. فالمفروض يعني المفروض ان التقاطع ده يجي على ايه؟ يجي على
الداش لاين ده فعلا المفروض يجي على الداش لاين ده مطابق ليه. تمام كده يجي عليه، فنطلع داش لاين، احنا طالعين هنا نكمل داش لاين لغاية فوق. تمام. الناحية التانية بقى هنا اهو، يعني هنا برضو هلقاه ان هو ايه، جه على الداش لاين بالظبط، فنكمل الداش لاين بتاعنا ده لغاية فوق. طيب انا كان ممكن اخدها كده برضو من فوق هنا، اخد داش لاين، او من اخد ال11 وال11 يمين وشمال وانزل لتحت كده. بس طبعا انا ما لاحظتهاش في الاول ولاحظتها في الاخر، فقلت ارجع بيها كده. وزائد ان احنا برضو ايه، لازم نرسم البلان بتاعنا علشان الخطين اللي نازلين لتحت دول نرسمهم برضو. طيب فاضل معايا ايه في البلان؟ فاضل معايا دايرة، اللي هي الدايرة دي، اللي نص قطرها برضو 11، واحنا حددنا المركز بتاعها، فاحنا هنحدد ال11 تاني كده اهو، نأكد برضو 11 اهو، نقف عند النقطة دي كده. وبعد كده ارسم دايرة خفيفة. ليه خفيفة؟ علشان في جزء منها هيتمسح، احنا نتجل الجزء الخلفي ونخلي الجزء اللي من قدام ده شوية خفيف، علشان لما نمسح ما يحصلش معانا مشكلة. رسمنا الدايرة التانية اللي هي دي، بس في برضو فراغ كده اهو. الفراغ ده اللي هو سمكه 10، اللي هو اصلا فين؟ اللي هو اصلا هنا وهنا اهو، ده وده. فلما نيجي ناخده هنيجي نعمل، ننزل بالخط ده رأسي كده اهو، نطلع هنا وننزل بالخط ده رأسي، بس ننقل خط خط، نيجي هنا ونوقف هنا اهو. وبعد كده اضرب القلم فيه، واجي ابدأ من فين؟ من الدايرة هنا خالص، من قدام خالص، واشد خط كده. تمام. طيب الناحية التانية اللي هو ده، انزل كده اهو، وبعد كده اعلم على ال45، وبعد كده اجي عند النقطة دي اقف، اخبط المسطرة فيها تاني، وبعد كده اخد القلم اتحرك، وبعد كده ناخد المسافة دي من النقطة دي لهنا. يا اما اعمل يا اما اقيس 5 من فوق من عند النقطة دي و5 من تحت، وارسم الخطين دول. طيب الجزء اللي في النص ده هيتمسح، مش هيبان معايا كده اهو لحد الاخر، علشان كده قلنا احنا ما نتجلش الدايره. فاكرين الداش لاين بتاع الدايره التاني اللي فوق ده؟ هنا بقى ناخده من فين؟ من النقطه دي عند نهايه الدايره، ولا النقطه اللي قبلها؟ لا، النقطه اللي قبلها اللي هي دي اهي. ناخد من النقطه دي داش لاين لفوق كده. تمام. هيتضح معايا ان المسافه دي اكبر من المسافه دي بحاجات بسيطه. ليه؟ لان النقطه دي دخلت لجوه شوية عن النقطة دي. يعني احنا لو اخدنا هنا هنلاقي ان الداش لاين ده جاء عليه المثلث اهو، هيطلع معايا، هاخده كده اهو، هيطلع معايا فين؟ هنا اهو. لكن الاصل فين؟ الاصل انك انت تاخده من هنا وتطلع داش لاين. تمام كده، يا رب تكونوا فاهمين المنظور ده. طيب بعد كده نعمل اه ماشي. بعد كده نعمل نرسم الخطوط اللي هي الخطوط اللي هي، او الخطين دول اللي هم على بعد كام؟ 46. حد هنا متخيل الشكل؟ هل الشكل هو كده؟ لا، ده دي الحدود بتاعة الشكل كله، لكن معظم الحدود دي هيحصل لها هتتمسح. طيب الخط ال46 ده نصه كان كام؟ نصه كان 23. ممكن اخد 23 لفوق 23 لتحت، واشد خطين يقف معايا هنا ويبتدي من الناحية دي، او اني اعمل اخد الخطين دول من السايد فيو. السايد فيو، طيب منين السايد فيو؟ فين ال46 في السايد فيو؟ هنا السايد فيو ده في خطين على بعد 46، اللي هو الخط ده والخط ده، التاني من هنا والتاني من هنا. لو جيت عند ده واخدته نزلت بيه على البتاع ده، ما كانش مظبوطة، ماشي، نيجي ننزل بيه على الخط ال45 اهو، اثبت بقى هنا يعني بالظبط. هيطلع معايا التقاطع عند النقطة دي، اخد التقاطع ده من فين بقى؟ من هنا
لغاية ما اخبط في الدايرة الكبيرة، وبعد كده اكمل من بعد الدايرة الكبيرة لحد الاخر. طيب والخط اللي هو ده اصلا يتمسح، ده مش معايا في الشكل، ده حدد لي ان الدايرة دي بتنتهي هنا، ده اقصى بعد احنا بناخده في الايه، لما بنيجي نرسم في البلان، لما نيجي نرسم في الاليفيشن في السايد بناخد اقصى بعد. نفس الكلام الناحية التانية اهو، هنا انزل كده اهو، ومن النقطة دي ناخد ايه، خط من هنا لغاية ما نخبط في الدايرة، نكمل بعد الدايرة. فاكرين الخط الرأسي اللي في البلان او في الاليفيشن اقصد، اللي قلنا هناخده بعدين، هو فين؟ هو ده، النقطة دي على نفس ارتفاع النقطة دي، فاحنا هنثبت عند اي واحدة فيهم كده اهو، نثبت المسطرة كويس عشان ما كانتش مظبوطة، ونطلع بقى من فين هنا، من النقطة دي لغاية ايه، من اول الشكل لغاية هنا، من هنا لغاية هنا. تمام، اللي هو يمثل لي ايه في الشكل هنا، يمثل الخط اللي من ورا ده، لان الخط ده مش على نفس استقامة الخط ده لو معاكم الرسمة وتبص فيها كويس. طيب من هنا برضو من الناحية دي هنرسم الخط ده اللي هو فين، اللي هو النقطة دي، والنقطة دي اصلا على نفس الخط الرأسي، لو ثبتنا هنا هنرسم الخط بتاعنا الرأسي من اول هنا لغاية هنا. طيب وفي النص الخط ده يتمسح، مش عاوز، شكرا، الخط ده مش موجود معايا، مش هيكون موجود معاك. ففي الحالة دي هنعمل ايه، فاضلش غير بس التجويف ده هناخده داش لاين بس كده. الاليفيشن حصل له ان هو كمل معايا، نتجل الاليفيشن وكده شكرا، ومن هنا لغاية الاخر، ومن فوق خالص كده من هنا لغاية اخر السلندر كده. الخطوط الرأسية الأفقية تمام، مفيش غير الرأسية، هو الخط ده بس اللي مش تقيل، وكمان الخط الأفقي اللي تحت خالص ده مش تقيل نتقله، والخط الرأسي ده يتقل برضه. مفيش غير ايه معايا دلوقتي، مفيش غير الداش لاين بتاع الفراغ ده. طيب الفراغ ده قلنا كام؟ الفراغ ده قلنا ان هو 34. ممكن ناخد نص ال34 نعمل نقطة فوق نقطة تحت ونشد داش لاينز من النقاط دي أفقية، أو ممكن أخده بالإسقاط بتاعه. أدي الفراغ من هنا أهو، ثبت كويس، هاخد الإسقاط عند النقطة الأولى اللي هي هنا، وده من النقطة دي أعمل إيه؟ نضرب المسطرة فيها، نمشي داش لاين من أول الشكل لآخره. تمام كده. النقطة التانية هي دي، ننزل نقطع بعد كده أي عند التقاطع ده اخد ايه، داش لاين من اول الشكل لاخره. That's it. بس خلصت الرسمة على كده و... وتمام على كده. طبعا المسافة من هنا لهنا اصغر من المسافة من هنا لهنا، طبعا ده حسب دقة اليد بتاعتك. تمام، وانا مش مطالب ارسم بدقة، انت اللي مطالب ترسم بدقة، انا خلصت هندسة، فاهم؟ فنتجل بس الدوائر دي، هنا دايرة وكمان هنا دايرة، والدايرة الأخيرة هنا، وتمام كده. نشيك على الرسمة نشوف فيها حاجة ناقصة ولا لأ. وكده الرسمة تكون كومبليت مو معاكم. مفيش تاني أي حاجة داش لاين، الداش لاينز كلها تمام. لازم تشيك على الرسمة. النقطة دي ممكن تكون بالنسبة لك نقطة ارتباك confusion point، تربكك كده تقول ده ما هو فراغ داخل لجوه، اقول لك لا الدايرة من جوه هنا
هتشوف الجزء اللي من ده، الخط ده هتشوفه فهيغطي على الخط ده، وتحت برضو هيغطي على الخط اللي تحت ده. بس والجزء اللي احنا نسيناه اللي هو بتاع الدايرة ده ما خدناش السنتر لاين الداش لاين ده، اكتشفناه لما رسمنا البلان. تمام. ورجعنا بيه تاني عاد تكمل ترسم، تاخد 11 من هنا و11 من هنا، او تاخد الاسقاط بتاعه من البلان وتطلع بيه لفوق داش لاين وداش لاين برضو لفوق. بس كده تكون خلصت الرسمة يا شباب.